يا صباح الفل يا مساء الجمال عليكم على حسب ما بتشوفوا الفيديو. النهاردة بقى عندنا أكلة خطيرة. شايفين أكلة سمك بقى تحفة. بصوا الأصناف، عملنا كذا نوع من الأسماك زي ما انتوا شايفين قدمتها ازاي ولا المطاعم، والطعم كان خطير. وشوية عصير ليمون بقى بالنعناع، يا لهوي، هو ده الكلام. سمك يعني عصير ليمون بالنعناع. بصوا الأصناف، شايفين تشكيلة كده أكلة سمك متينة. تعالوا بقى نشوف عملناها ازاي. أول حاجة طبعا التوم، هنحضر التتبيلة بتاعتنا. يعني أكلة السمك دي بتبقى يعتبر تتبيلتها كلها معظمها يعني بتكون واحد، إلا لو انت عايزة تشيلي حاجة تزودي حاجة. يعني كل نوع سمك يكون ليه نكهة مختلفة، ما يبقاش كله تتبيلة واحدة. خلاص، زي ما انتوا شايفين كده فرمت التوم. اوكي، هفضيه بقى في حاجة عشان عندي كمية سمك، يعني ما شاء الله كذا نوع، فهحتاج كمية، واللي هيفضل احطه في الفريزر عادي مفيش مشكلة. عندي بقى كزبرة خضراء، وعندي كده حطيت عود كده من الكرفس، برضو بيبقى حلو جدا في الأسماك، بيدي طعم حلو. تمام، برضو هحطه في الكبة واضربه. ايوه كده، لم لم لم، يلا بينا نضربه. لا، قبل ما نضربه استنوا، هحط كمان فلفل اخضر بارد، وهحط حامي. برضو الفلفل الاخضر من الحاجات اللي هي يعني لما بتحطيها في تتبيله السمك كده بتديله طعم حلو. انا حطيت بارد وحامي، انتي مش عايزه الحامي خلاص براحتك. بس يعني ما كانش سبايسي قوي، بس يعني برضو كده، يعني لازم حته كده. خلاص، هننزل بقى بالمكونات التانية اللي هي الكرفس والكزبرة الخضراء والفلفل الأخضر البارد والحامي. وحطيت كده زي ما انتوا شفتوا قرنين فلفل أحمر، دول سبايسي. خلاص، عندك هريسة الشطة هتغنيكي عن كل ده. تمام، اللي موجود يعني متوفر عندك اعمليه. بس هنحط بقى التتبيلة دي كده على جنب بتاعت التوم، ولسه هنضيف لها التوابل. بس تعالوا معايا نشوف. شوينا البتنجان، طبعا غسلته ونشفته وحطيته على النار، بيدي طعم شوي كده، طعم خطير لسلطة البابا غنوج. خلاص، ده كل ده كان قبل بيوم. تمام، يعني الحاجات دايما اللي في العزومة تقدري ان انتي تعمليها قبلها بيوم يكون احسن، بتوفر عليكي مجهود ووقت. وعارفة الواحد بيجي كده، يعني لما يكون في عزومة بتيجي كده في الاخر بتبقي بتجري حوالين نفسك مش فاهمة في ايه، وعايزة تخلصي. ويفضل طبعا قبل ما الناس تيجي، بس انا مين، لا لازم اتعبهم معايا. خلاص، بدل ما احط يعني البتنجان بعد ما استوى في الكبة، قلت ايه اقطعه بالسكينة كده وخلاص. انت عايزة بقى تحطيه في الكبة عادي، يعني انا زمان كنت بضربه في الكبة، وممكن يعني عايزة اي وقت تضربه في الكبة، بس انا قلت ايه خلينا اقطعه كده وخلاص. هعمل سلطة طحينة بقى عادية جدا زي اللي بتعمليها، طحينة زبادي توم ليمون خل كزبرة ناشفة كمون. ظبطي بقى الملح بتاعك وقلبي كل المكونات دي مع بعض. انت عايزة بقى بتحبيها تكون البتنجان يعني طعمه او يعني طعمه يكون طاغي اكتر، ما بتحبيش الطحينة عليه قوي، ممكن تقللي كمية الطحينة اللي انا عاملاها. تمام، الخل كمان بيخلي لون البتنجان كده فاتح ما يغمقش معاكي. خلاص، تعالوا بقى نشوف بعد ما ضربنا الثوم هنحط ايه عليه من التوابل. حطيت كزبرة طبعا ناشفة، كمون، بهارات سمك، كركم، ما تستغربوش حطيت شوية رشة كده من القرفة، حاجة بسيطة، ورشة زعتر. تمام، القرفة والزعتر يعني رشة كده بسيطة بتدي طعم حلو قوي للسمك. خلاص، وجنزبيل. تمام، وشوية من الكاري. اوكي تمام كده، والملح.
خلاص. طبعا والمستردة معانا في السمك بتبقى تحفة. خلاص نقلب بقى، قلب. وطبعا عايزين ليمون، عصري بقى ليمون ايه زي ما تحبي، بيبقى حلو مع الاسماك. شوية من الخل. هنقلب نقلب كل المكونات دي بس. خلاص خلصنا من تتبيلة السمك. تعالوا بقى نشوف بقى هنا هنعمل ايه. حطيت بابريكا، حطيت بودرة ماجي على الدقيق، حطيت كركم، شوية من الكاري، جنزبيل، كمان شوية من الزعتر، بهارات سمك. طبعا هنحط بصل باودر وتوم باودر. خلاص. على كل البهارات دي على الدقيق، حبة دقيق كده يعني مش كتير، او كمان على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. خلاص كده. هنبتدي بقى نعمل ايه، نجيب بقى مية، ظبطي بقى الملح بتاعك. خلاص. هنجيب مية ونقلب بقى كل الخليط ده، ونشوف القوام بتاعنا في الاخر هيطلع عامل ازاي. طبعا بحط شوية شوية وقلبي، شوية شوية وقلبي، عشان ما نحطش كمية مية كتير ونهدر من البهارات والحاجة اللي احنا عملناها ونزود دقيق تاني. لا، احنا نحط شوية شوية ونقلب. هناخد معلقة من الخلطة بتاعة تتبيلة السمك. خلاص. وخلي بالك لازم توازني في تتبيلة السمك، انت حاطة ملح بكفاية يعني، وبس عشان انتي حطيتي دقيق وكده، فطبعا محتاج برضو ملح، وانتي حاطة كمية بسيطة من تتبيلة السمك، فطبعا مش كفاية ملح يعني. خلاص. فوزني ما بين هنا وهنا. هننزل بقى، عندي صبيت غسلته وقطعته كده صوابع زي البطاطس المحمرة. تمام. وعندي الجمبري برضو غسلته ونضفته وشلت السلسلة اللي بتبقى في الظهر دي، وهنزل بيهم يعني على الخليط دي اللي احنا عملناه اللي متبل. تمام كده. ادي كده خلصنا من حاجة. تعالوا بقى ندخل على التاني. عندي كده كم قطعة فيليه، عشان طبعا والولاد الصغيرين وكده ما بيحبوش السمك اللي فيه شوك، ولا ما يقعدوا يقولوا لك قشريلي ومش عارفه ايه، لا، تديله كده حته على الرز وخلاص. عندي هنا سمك سنجاري. تمام. غسلته وفتحته سنجاري عند الراجل، وبعدين نشفته بمناديل مطبخ كويس جدا قبل ما احط التتبيله. بحطه على فويل، وتحتيه على طول ورق زبده، عشان ما يبقاش الفويل لازق في السمكه يعني، فالاحسن ان انتي تحطي ورق زبده. خلاص. انتي بقى لو هتحطيه على الفويل مباشر، ادهني بقى الفويل زيت عشان ما يلزقش في جلدة السمكة ويلزق منك. تمام. التتبيلة بقى توم، برضو نفس بهارات السمك وكده، بس من غير كزبرة خضراء. خلاص. وحطيت طبعا مستردة وكركم وكاري وكده. تمام. وبابريكا والليمون وكل بقى الحاجة ما عدا الكزبرة الخضراء يعني. تمام. بصوا بنشفه كويس قوي من كل حتة، هتأكد اللي هو ناشف، وهجيب التتبيلة بتاعتي احطها كده عليه. وما تنسيش بقى رشة القرفة والزعتر. بس كده. كل ده زي ما بقولكوا قبلها بيوم تقفليهم كده، تقفليه على بعض وتقفليه كويس بالفويل بتاعه وخلاص، وتحطيه في التلاجة. طبعا كل ما يقعد في التلاجة يعني قبلها بيوم بيكون احسن، طبعا بيشرب من التتبيلة وطعم السمك بتاعك بيكون تحفة. عندي نوع تاني من السمك. خلاص. هعمله كده فتحات عشان ايه نتبله، زي ما انتوا شايفين هو يعني كبير شوية، فعشان اتأكد ان هو استوى اعمله فتحات كده عشان يشرب بالتتبيلة ويستوي. جيب بقى من التتبيلة اللي انا تبلت بيها سمك الفيليه،
هبتدي احط كده في الفتحات زي ما انتوا شايفين، هتحطي من جوه ومن بره. كويس كده، كويس كده. مين كده زي بيحب يعمل أكلة السمك دي، بيحبها وبيبدع فيها وما بيشبعش منها؟ بصوا بقى، ده تاني يوم ابتديت صراحة بالحلو. عشان ايه؟ لما احط السمك مثلا في الفرن ولا حاجة، انتوا عارفين الفرن طبعا هيكون ريحته ايه، سمك، فانا مش عايزة الكيكة بتاعتي تلقط ريحة. هنعمل كيكة التريليتشي او القشطوطة، او لو ليها اسم تالت قولولي، بس هعملها لكم المرة دي بطريقة سهلة جدا. 3 بيضات، عندي نص كوباية من الزبدة، الصبع ده نص كوباية بالظبط. خلاص. وفانيلا طبعا. انا النهاردة هعملها اللي هو الكيك ميكس، اللي هي العلب الجاهزة دي بتاعت الفانيلا. خلاص. حطيت كوباية من اللبن، يبقى 3 بيضات، نص كوباية من الزبدة والفانيلا وكوباية من اللبن. وهنزل بمحتوى الكيس كله على الخليط بتاعي. انا عارفة ان هو مكتوب زيت، بيبقى مكتوب زيت كده على العلبة وكده، بس انا ايه يعني حطوا زبدة، بتبقى طعم الكيك غني اكتر وطعمه حلو. تمام. يلا بقى نخلط كل المكونات دي كده مع بعض. قبل كده انا عملتها الكيكة دي بس بالكراميل، بس عملت الكيكة في البيت، فبيني وبينكم يعني حسيت ان دي اسهل كتير. سيحت كده 3 معالق كبار من زبدة اللوتس، وهنزل بيهم على الخليط الكيك بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. طعمها روعة روعة روعة. نخلط 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 تاني. بس انا عملتها بقى في فويل، خبزتها كده في فويل. كان حلو في الخبز يعني، برضو ما قالش لأ. بدهنه كده رشة كده من الزيت او مسحة من الزيت، وهنزل بالخليط بتاع الكيك كده في الصينية. تمام. يلا يلا نزلي بقى كله كده، طبعا على 350 او 180. يعني هتقعد بتاع نص ساعة مثلا يعني، بصوا على حسب الفرن بتاعكو. يعني انا ايه 27 دقيقة لنص ساعة. لما بصيت عليها كده من بره لقيت اللون تمام، اتأكدت ان هي استوت خلاص. اوكي. هنا بقى هنعمل خليط اللبن اللي هنسقي بيه الكيكة. لما تطلع اول ما تطلع هنسقي بيه الكيكة. كوباية من الكريمة اللي هي كريمة الحلويات او الهيفي كريم اللي بنستعملها، كوباية من الكريمة. هحط نص علبة من الحليب المكثف، نص علبة. انتوا عارفين ان الكيكة دي بتبقى عبارة عن ميكس كده من الألبان على بعض، بيديها طعم خطير. اللبن ده طعمه حلو قوي، المكثف ده طعمه خطير. خلاص كده نص العلبة. وهنحط بقى اللبن ايه اللي هو الكورنيشة، او اللبن اللي هو زي المبخر كده، ده ما بيكونش محلى طبعا. هنميكس ميكس ميكس بقى كل ده مع بعض لغاية ما يدوب عندي اللي هو المكثف المحلى، يعني يدوب خالص. خلاص كده يبقى جاهز. انا عايزة اللبن ده يكون ساقع، هسقي بيه الكيكة. بصوا انا حطيت دايما لما بستعمل الصواني الفويل دي بالذات، مش عارفة، بحب ان انا احطها تحت، يعني احط تحتيها صينية عادية عشان ما تتلسعش مني من تحت. تمام. بعد ما طلعت بعملها كده فتحات بالشوكة. خلاص. وهبتدي اسقيها باللبن بتاعي. يعني مقدار اللبن ده عمل بتاع 4 كوبايات. خلاص 4 كوبايات من اللبن اللي هو الميكس، كذا نوع كده مع بعض، بتاع 4 كوبايات يعني. بتبقى كده يعني جوسي قوي، او لا يعني
طرية كده وتحفة، مش دراي يعني. خلاص ما تتخضوش من كمية اللبن، بس هي ايه هتتشرب يعني كل ده. هنسيبها على جنب بقى. ماشي، تعالوا نعمل سلطة تارتار، اللي هي بيبقى دبن كده للأسماك المقلية زي الفيليه، الجمبري، الصبيط، الحاجات دي، كاليماري، الحاجات دي كلها. دبن تحفة، أنا بحبه مع إنه هو بيتباع جاهز في السوق، بس أنا بحب أعمله في البيت. عندي بصل مقطعه كده مكعبات صغيرة، خيار مخلل بقطعه كده صغير، بحط شبت، بحط طبعا مايونيز، ده الأساسي في السلطة. تمام، انا اي حاجه فيها مايونيز بدوس على طول، ما عنديش يا مرحمين، بحب المايونيز قوي بصراحه. رشه كده من الملح ورشه من الفلفل. انتي لو عايزه تدوقي الاول بعدين تحطي الملح اوكي، ما فيش مشكله. تمام، لان في خيار مخلل، فخلي الملح ده احسن يعني اخر حاجه. تمام، عصره ليمون بقى، يا سيدي يا سيدي. دب بقى فيها الجمبري المقلي ده المقرمش في السلطه دي، ويا خرابي. او تعملي سندوتش كده جمبري في عيش فينو، ها، وبعد كده انزلي لي بقى بالصوص ده عليه. والله جعت. خلاص، بصوا بقى هنعمل الكريمة اللي هنحطها على الكيك. تلت كوباية من السكر البودر، وهنحط كوباية من الكريمة. خلاص، معلقتين كبار لتلاتة مثلا زبدة اللوتس، وطبعا على حسب اللون اللي انت بتحبيه يعني، مش هتأثر في حاجة. لو عايزة تزودي زودي، بس خلي بالك ان انت حاطة سكر عشان زبدة اللوتس مسكرة. وحطيت بقى كريم شانتيه، وحطيت لبن ساقع. تمام، انت عارفة بقى قوام الكريمة، احنا عايزين الكريمة دي هنفردها على الوش. تمام، فلازم القوام بتاعها يكون يعني ماسكه نفسها الى حد ما، ان انت في نفس الوقت ان انت تقدري تفرديها، ما تكونش تخينه قوي وما تكونش سايله، خفيفه. ولو لقيتيها خفت منك زودي كريم شانتيه باودر. تمام كده، ده القوام بتاعها كده حلو مظبوط. تمام، هنبتدي ان احنا نغطي بقى الكيكه بتاعتنا كلها بالكريمه الخطيره دي. وشفتوا الكيكه شربت كل كميه الحليب ازاي، سفنجة بتشرب. يلا بقى نفرد 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 كله، ونساوي كده السطح بتاع الكريمة كده نظبطه. بس سيحت شوية كده من زبدة اللوتس في الميكروويف، وهعمل خطوط كده عشوائية من على الوش تدي شكل وفي نفس الوقت طعم حلو. اعذروني الفيديو طويل شوية، بس يا رب يعني ان شاء الله تستفادوا منه ويعجبكم، حتى لو تكة بسيطة يعني. تمام، ايوه اديها خطوط بقى، اديها خطوط على قد ما تقدري، اديها خطوط بس. وجبت بقى البسكوت بقى طحنته كده، يعني مش طحنته في المطحنة، انا بصراحة حطيته في كيس، وممكن بالمردنة اللي هي احنا بنفرد بيها العجين ابتديت بقى ان انا كسره كده. خلاص، هتلاقي بقى قطع كبيرة شوية، هتلاقي قطع بودر يعني من ده على ده. تخيلوا بقى طعمها وهي ساقعة. ماشي، وبعدين بتقطعي كده حتة. خلاص، طعمها بقى مع البسكوت المقرمش كده شوية، والكيكة اصلا طرية، وطعم زبدة اللوتس بقى اللي على الوش دي، والكريمة، يعني ميكس كده يا جماعة خطير. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. يبقى مرة عملتها لكم بالكراميل، ومرة هي عملتها لكم بكريمة اللوتس بطعم اللوتس، وكمان بالكيك ميكس، يعني سهلة جدا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. خلاص، انا عملتها في الفويل. انت عايزه الكيكه ما تكونش عاليه قوي، ممكن قوي ان انت تكبري الصينيه. كل ما تكبري الصينيه الكيك بتاعك هيبقى رقيق، مش يعني ارتفاعه وسمكه مش عالي،
فعلى حسب ما تحبي، بس دي مظبوطة. تعالوا بقى ايه، خلاص حطينا الكيك بتاعنا في التلاجة تمام التمام، وضمنا ان احنا كده عملنا الحلو. عندي واك حطيت فيه شوية من الزيت، هحط قطعة كده من الزبدة، وهنجيب قطعة كده من الجمبري مقطعة كده صغير. يعني قبل ما اتبل الجمبري اللي انا حطيته، فاكرين اللي تبلته ده، خدت منه شوية وقطعته كده زي ما انتوا شايفين. هشوحه بقى مع الزبدة، وحطيت ملح، رشة من الفلفل الاسود، تمام. شوحي بقى الجمبري ده كده في الزبدة. هقول لكم بقى احنا بنعمل ايه دلوقتي. خلاص لونه اتغير معايا، ده معناها ان هو استوى، بشيله. حطيته كده في طبق، في نفس الواك بتاعتي اللي هي فيها زبدة منكهة كده بطعم الجمبري. هنزل ببصل مقطعه كده صغير، تمام. يعني ده مش مضروب في الكبة ولا حاجة، يعني مقطعه كده صغير. هبتدي ان انا كمان ايه اشوحه، تمام. وهنزل برز مصري. هنعمل حتة حشوة طعمها كان خطير، انا دقتها كده بعد ما خلصت كانت فظيعة فظيعة. خلاص شوحت الرز مع البصل، هنزل بالجمبري اللي انا شوحته في الاول مع الزبدة. هحط شوية من البابريكا، حطي بهارات السمك، تمام. ملح، ايوه كده. نقلب يعني، نحط البهارات ونقلب كمان. شوية من الكزبرة الخضراء او البقدونس، ونقلب. شوية من الزعتر، وشوية كمان من الشبت، يبقى حطينا كزبرة خضراء وشبت، تمام. هبتدي انزل بقى بالمية ونسوي الحشوة بتاعتنا. انا عايزاكم بس لما تعملوا الوصفة دي بالذات، دوقوا طعم الرز عامل ازاي اللي مع الجمبري والحاجات دي كلها. طعمه كان روعة روعة. انا نسيت طبعا احط ليمون، اعصر على الحشوة ليمون. وممكن عارفين ايه كمان، بشر الليمون مع الحشوة دي كمان، بشر ليمون بيبقى تحفة. الليمون اللي هو الاصفر، انتوا عارفين السمك بيحب الليمون، فالحشوات اللي فيها ليمون اللي فيها جمبري، يعني بتعملي رز بالجمبري او كده، لما تحطي بشر ليمون بتبقى تحفة. خلاص عندي كاليماري هنا، طبعا غسلته ونضفته تمام التمام، جاهز على الحشو. هنحشيه بقى يعني كاليماري محشي رز بالجمبري، انتوا متخيلين؟ شايفين؟ بس كده. طبعا مش عايزين نملاه قوي، عشان بيطلع من الكريماري وانتي بتسويه، فما تحشوهوش قوي يعني كده، عامل زي الممبار والحاجات دي، فاهمين قصدي؟ فما تملوهوش قوي. خلاص خلصت الحشو بتاعي كله. دي بقى اللي هي الرجول بقى بتاعت الكاليماري والحاجات دي كلها، قطعتها وشوحتها كده مع طماطم وفلفل وبصل وكده في الواك مع حتة زبدة، ونزلت بيه كده في القاع بتاع الصينية. كان عندي بلح البحر، قلت بقى ايه، وعندي بقيت رز اللي هو الحشوة اللي هي بالجمبري، قلت طب ما انا ممكن احشي بلح البحر برضو بنفس الحشوة. خلاص. وطعمه كان تحفة، يعني انا ماليش قوي في بلح البحر، بس بصراحة عجبني ان تمسكي بقى واحدة بلح البحر دي وتعصري عصرة ليمونة، وهي جواها الرز اللي بالجمبري، وكلي. دي الحشوة اللي انا بقول لكم عليها، اللي حطيتها في قاع الصينية قبل ما ارص عليه الكاليماري. بصل، طماطم، فلفل الوان،
تمام. هو مفروض اللي هي الطماطم الشيري بس ما كانش عندي، فعادي عادي خالص حطيت اللي هي الطماطم مكعبات كده، طماطم عادية يعني. ماشي. دي يعني بالنسبة في قاع الصينية. خلاص دي بقى الخلطة بتاعة ايه، السمك اللي هو الصينية اللي احنا هنعمله بالبطاطس، بصل بقى وفلفل الوان، تمام، فلفل حامي على بارد، وخلطة كده التتبيلة بتاعت السمك، تمام كده. وقطعي بقى البطاطس بتاعتك ومع البهارات ودعكي بقى كل ده مع بعض. خلاص يبقى صينية السمك اللي هي سمك تحتيه بطاطس ده، فلفل الوان، تحطي بقى بارد تحطي حامي براحتك، تمام، وبصل ومعلقة كده من التوابل التتبيلة بتاعة السمك. خلاص وزودي شوية بهارات وايه، ادعكي كل بقى ده مع بعض وشمي ريحة البطاطس بعد ما تبليها كده كويس. زي ما انتوا شايفين جبت السمك، عملت الشرايح اللي انا مقطعاها دي، حطيت فيها شرايح ليمون كده. خلاص بصوا ده بقى جزر، فلفل الوان، خلاص، وبصل. شوحت كل الخضار ده على النار وحطيت بهارات سمك طبعا وبابريكا وكركم. وبصوا حطيت معلقة من تتبيلة السمك كمان عليه. ده بقى الاول كنت بعمل ايه في السمك السنجاري، بقطع كده شرايح بصل شرايح فلفل مش عارفه ايه كده واحطها عليه. لقيت بقى ايه اللي بيحصل ايه عند الاكل، ده كل ده بيتزح على جنب، م? والسمك بيتاكل. طب وبعدين، طب وبعدين مش حرام يا جماعه؟ ده مش حرام؟ حرام طبعا. فالخلطه الخضار اللي هتحطيها على السنجاري احسن لك ان انت تشوحيه على النار وايه تضربيه في الكبه بس وتعمليه زي معجون كده على الوش. شوفوا لي الجمال، شوفوا لي الجمال. بصوا بقى هنا بقلي السبيت والجمبري والحاجات دي كلها. تمام، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش في اللايك.